ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده هنعمل فيديو جديد. هنعمل طريقه عمل الفايش الصعيدي. اول مره هعمله على القناه معاكم. هنعمل دلوقتي الخميره اللي هي بتاعه الحمص. ادينا جبنا الحمص اهوت. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا حمص ولبن. احنا حاطين اهو اللبن على النار بيغلي، نص كيلو لبن. الحمص اهو دلوقتي هنطحنه في المطحنه وهرجع لكم تاني. طحناه ازاي اهو بقى بالمنظر ده كده. هنحط دلوقتي ايه 3 معالق منهم في البرطمان دوت. ادي معلقه، ادي 2، 3 معالق. عايز تحطي 4 حطي، مش مشكله. هنحط كمان معاهم ايه معلقه سكر عشان تعزز من الخميره وتخليها ايه ترتفع بسرعه اهي. هنقلبها كده عقبال ما ايه اللبن يغلي. دي اول خميره في الفيش، خميره الحمص. ممكن تعمليها باي حاجه غير الحمص، بالسمسم بكده، بس انا بفضل الحمص. هي الاساسي اصلا خميره حمص، مش سمسم ولا حاجه. نجيب اللبن غلي اهو، نحط عليه على طول اهو، ولازم يتحط في البرطمان على طول وهو سخن كده. بسرعه كده نحط. هي كده نقلب بقى بسرعه. نروح قافلين بسرعه كده، نقفل تاني بقى كده، ونسيبوه بقى لحد ما يتخمر بقى. شوف هياخد ايه، هياخد ممكن ياخد 12 ساعه، ممكن ياخد 24 ساعه، حسب ايه، حسب المكان اللي هو فيه. هوريكم ازاي هحطوه. جبت حله اهو، حله كده اهي، وحطيت فيها كده فوطه كبيره، ورحت حطيت البرطمان زي ما انتم شايفين كده اهو، ونغطيه بقى حلو قوي كده عشان خميره الحمص دي عايزه دفى كده اهو. نروح مغطينه كده اهي، ونسيبوه بقى لحد ايه لمده 12 ساعه او 24 ساعه، حسب ايه الخميره بتاعته ما تقوم. لما تقوم الخميره هنقعد مع بعض تاني. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا دلوقتي الخميره اهي بتاعت اللبن والحمص. بصوا اهي عملت ازاي، فصلت اهيت الميه عن الحمص، بقت بالمنظر ده كده. نبتدي ايه بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هنحط هنا ميه دافيه كده، وهحط فيه اللي هو خميره الحمص اللبن. بصوا عملت ازاي اهي كده. حط هنا حبه ميه، الميه دي دافيه. هنحط برضو ايه عشان ننشط العجينه. بعدين نحط برضو ايه معلقتين سكر كده. بعد كده نحط بقى هنا 2 كيلو دقيق. انا هعمل 10 كيلو فايش، فخدت منهم 2 كيلو دقيق اللي هعجن بيهم الخميره التانية.
يبقى احنا عملنا الخميره الاولانيه اللي هي خميره اللبن بالحمص، ودي الخميره الثانيه اللي هي خميره الدقيق. كده احنا عايزينها عجينه طريه خالص زي عجينه الزلابيه او لقمه القاضي. لازم يا حبايبي تكون عجينه طريه خالص. بصوا كده حبايبي، العجينه بقت كده اهي. بصوا عامله ازاي، سايله ازاي اهي. ماشي، احنا هنسيبوها بقى دلوقتي تاخد لها ساعه ونص ساعتين زي ما تاخد لحد ما تخمر، وبعدين نرجع تاني. بصوا يا حبايبي الخميره اهيت، بصوا خمرت ازاي. دي تاني خميره اهيت. الاول خميره اللبن بالحمص، ودي تاني خميره بالدقيق. دلوقتي احنا هنعمل ايه معانا. احنا دلوقتي انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا معانا 10 كيلو دقيق، اخدنا منهم الاثنين فضل 8. معانا 2 كيلو سمنه اهي. طبعا عايز سمنه فلاحي، سمنه جاموسي. الفايش مش عايز اي سمنه ولا زيت ولا السمنه اللي هو الصناعي، لا. وعندي 4 كيلو لبن، وعندي هنا كوبايتين ونص سكر، وعندي الكركم هاخد معلقتين 3 ومحلب، وفي هنا قشطه. ويلا بينا ايه نعمله المكونات كلها على بعضها. اول حاجه هنحط اللبن، كل اللبن ال4 كيلو. احنا ايه المفروض ان احنا ما نحط السمنه خالص، السمنه بعد ما نعجن، لكن طبعا انا عامله كميه مش هقدر اعجن السمنه كلها على العجين، فهاخد نص السمنه احطها على اللبن. كل ده دافي، الحاجات دي كلها دافيه، اللبن دافي السمنه دافيه. هنحط 3 معالق كركم، وهنحط 3 معالق محلب، 3 هرمش اهو. وهنحط الكوبايتين ونص سكر اهم. هنحط ايه كمان تاني، عندنا هنا 3 علب قشطه، دي اختياريه، لو عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك اهي. بس هتعزز من الفايش، من طعم الفايش. حبايبي احنا هنقلب كل المكونات الاول قبل ما نحط الخميره. يبقى احنا حطينا 10 كيلو دقيق، عليهم 2 كيلو سمنه، عليهم 4 كيلو دقيق، 3 كركم، 3 محلب، والقشطه طبعا حسب ما انت عايزه، كوبايتين ونص او 3 سكر. دي كل المكونات اللي عندي، ندوبها كويس قوي. بعد كده نحط بقى الخميره. لو انت عايزاه اصفر ممكن تزودي الكركم شويه، اللي هو الاصفر قوي.
إيه حبايبي، دول السمنه دي مش جاموس، السمنه دي بقري، عشان كده هتلاقي لونها صفرا. هو عايز يا اما بقري يا اما جاموسي الفايش، مش عايز اي سمنه تاني. بصوا يا حبايبي، هنحط دلوقتي العجينه اهو، الخميره المضيئه اهي على كل السائل اللي احنا عملناه. بصوا يا حبايبي، حطينا اهو كل الخميره اهي كبيره على كل اللبن والسمنه والحاجات والسكر. نقلب كده. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط الدقيق. هنحط كده، نبتدي نحط الدقيق يا حبايبي اهو. بصوا يا حبايبي، احنا حطينا الدقيق بس فاضل لنا ايه حوالي كيلو ونص كده. سبته في الاخر بس نشوف ايه. هعجن الاول كده. اهم حاجه يا حبايبي في الفايش السمنه واللبن. وطبعا خميره الحمص اللي هي بدايه الخميره. عايز عجن بقى وعايز صحه، عشان كده انا محطناش السمنه كلها. استحاله الواحد يعملها بعد العجين يحط السمنه كلها يشرب بيها العجين، عايز مجهود. فبنحط نصها كده على السوايل، والنص التاني بنحطه بنشرب بيه العجين. بصوا يا حبايبي، احنا كده اهو خلصنا عجن اهوت. كده اخد 10 كيلو دقيق بالخميره، بال2 كيلو الخميره، يعني 2 كيلو خميره وخد 8 مع السوائل اللي انا وريتها لكم. دلوقتي هنحط برده السمنه حبه حبه كده. لازم الحركه دي للفايش. لو انت حطيتي السوائل كلها مع السمنه مع كله مش هتحسي بطعم الفايش الصعيدي وقرمشته مع التحميص بقى.
السمنه اللي احنا حطيناها هي اتشربتها، هنحط بقيه ايه السمنه بقى تانية بقى. هنغرس بقى ولما نخلص هنرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي اهو العجينه شربت السمنه كلها اهو، اهو خدت مننا مجهود جامد اهو. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنقسم العجينه دي، طبعا مش هنحطها في الطبق كله، هحطها هنا مكان الخميره، احط حبه هنا وحبه هنا، وما تخمر بقى نقطع مع بعض ونرجع مع بعض تاني. شوف تاخد لها ساعتين، تاخد لها ساعتين ونص بقى خمره، ما نشوف ونرجع تاني مع بعض. حبايبي الفايش خمر اهوت، هنبتدي نقطع منه اهو دلوقتي. بصوا عامل ازاي. انا جبت فوطه مبلوله شويه كده وقلت اغطيها علشان خاطر الايه الوش بتاعه ما يقشفش اهو. بصوا يا حبايبي اهو. هنعمل ايه دلوقتي كده؟ هناخد كده بالحته الصغننه كده. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها الصوابع كده. نكورها كده بعدين نعملها كده. بصوا العجينه عامله ازاي، مقادير الكيلو. بصوا عامله زي القطنه. انا عايزه اقول لكم حبايبي، اللي عايزه تعمل مثلا كيلو فايش، هي عليه كوبايه سمنه واللبن حسب بقى العجن اللي في ايدك. وعايزه تعمل مثلا خميره اللبن، ممكن تعمل كوبايه لبن بدل نص كيلو لبن، وتعمل معلقه حمص، او لو هي عايزه سمسم براحتها، وربع كوبايه سكر، ولو هي عايزه تحط محلب او كركم معلقه بصوا يا حبايبي لازم الفايش يبقى لازم في بعض كده. عندنا اول صاجه اهوت صوابع. هنبتدي دلوقتي نعمل القرص. هعمل القرص اللي هي هعملها بعد كده اقطعها صوابع، وفي قرص اللي هي هتتاكل بالجبنه يوم شم النسيم. بصوا دي كده القرص الصغيره ديت اللي هي هتتاكل ايه، تتاكل بالشاي باللبن، تتاكل بالجبنه، تتاكل باي حاجه اهي كده المنظر ده كده. وهعمل برضو قرص كبيره تتخرط ايه طرنشات الفايش، بدل ما كله يتعمل صوابع بالمنظر ده كده. هي لسه طبعا هتخمر تاني. نعملها كده. بصوا يا حبايبي الفايش كامل اهو. هبتدي احنا نخبز بقى دلوقتي اهو. هحطه بقى في الفرن وما اطلعه اوريه لكم. بصوا يا حبايبي انا حبيت اوريكم اول صاجه اهو طلعته، عايزه اوريه لكم. بصوا من هنا السوا. بصوا ده لسه هو سخن كده. بصوا يا حبايبي انا هطلع بقى بقيه الصاجات، ولسه ده هيتحمص، ما ينفعش ان هو يتشال كده عشان كده يصوف ومش هيبقى حلو، لازم يتحمص ياخد درجه تحميص حلوه ويستوى، وهطلعها لكم واوريه لكم. بصوا يا حبايبي القرص طلعت اهي، عايزه اوريها لكم. بصوا بصوا من هنا عامله ازاي.
طريه ازاي. كل حاجه اول باول بوريها لكم. بصوا يا حبايبي، انا عايزه اوريكم بقى لما نيجي نحمصوه يتعمل ازاي. بصوا هيتعمل كده، يتحط كده كده، لازم كده يتعمل. بصوا يا حبايبي اهو، احنا كده رصيناه كده، الرصه بتاعت ان احنا نحمصوه كده علشان يبقى من تحت ومن ايه من فوق يتنشف. اما تطلع بقى القرص انا هوريها لكم برضو. بصوا يا حبايبي، احنا كده خلصنا الفايش خبيز وتحميصه اهوت وحمصناه، وهو بالمنظر ده اهو. بصوا كده متحمص. طبعا انتوا شفتوه في الاول وهو مستوي اهو. بصوا عامل ازاي كده متحمص اهو. خلاص يا حبايبي كده الفيديو خلص، وبالهنا والشفا للبيت، وسلام يا حبايبي.